هو ريفيرو هينجح مع الاهلي ولا زي الاسباني اللي قبله ومشي؟ تعال انا اقول لك هينجح ولا لا. مبدئيا ريفيرو هيرجعك شويه بالزمن لكره كابتن حسام البدري، الكره اللي دايما مباشره مباشره مباشره. تمام. هو في الاول وفي الاخر رجل اسباني، يعني بيحب التحضير من ورا. يعني مصطفى شوبير بنسبه كبيره هو اللي يلعب معاه، لان هو بيحب يفتح طرفين الملعب. تمام. وينزل بالجون هنا، هو اللي يبقى المدافع الثالث ايا كان وقت مرحله التحضير. تمام. بيحب يلعب باللعيب 6 ويلعب بالاثنين دول جوه كده. تمام. عشان كده لعيب زي محمود حسن تريزيجيه هيلعب باستمرار، لانه دايما هيفضل رايح جاي رايح جاي. تمام. وبالتالي امام عاشور ساعتها هيتحول زي ما كان بيلعب لخط الكولر في البوكت ده، عشان يقدر يربط مع تريزيجيه وقت ما انا بدافع. لا، هو بيحب يقفل الستاره. تمام. واللعيبه دي تفتح الجنبين دول كده ويقفل من قدام ويعمل عمليه الضغط ب5. انت بقى عايز تتفرج على حلقه كامله متكامله على ريفيرو؟ خش عنده في البايو هتلاقي كل حاجه، هتفرج على الحلقه كامله. قول لي بقى في الكومنتات قبل ما تخش على الحلقه الكامله، شايف ريفيرو ينجح مع الاهلي ولا هيعمل زي اورلاندو؟